اهلين اهلين ابو زكي. وين ابو زكي؟ ولك عمك ميت وانت عم بتنكر؟ لك صحيح سمعت انه عمك كان ملياردير وانت الوريث الوحيد له، يعني المصاري كلها حتصير لك. لك مصاري شو يا زلمه؟ كل اللي ورثني اياه عمي صندوق وورقه. ورقه شو مكتوب فيها؟ لك شو بعرفني، مكتوب عليها ارقام. لك دخته ما عرفت شو بدهم الارقام. طيب والصندوق شو في جواته؟ والله ما بعرف، ممنوع اني افتحه. هذا عمي متفق مع المحامي اني ما افتح هذا الصندوق الا بالمفتاح، والمفتاح ماله معي، واذا فتحته بغير طريقه كل شيء اللي بقلبه مو لإلي. اوف، لك شو هالعم هذا؟ شو عم يتسلمك؟ على كل انا بجي وبشوف الورقه، بلكي بعرف شو في جواتها. ايه يستر على عرضك لك بزكي، بلكي انت تفهم لنا شيء منه. شنو انت من جماعه الدراسه وما دراسه الا ما تفهم منه شيء. لعبة شو هذا؟ والله ما فهمت منه شيء. شايف لك بزكي، شايف الله يصلحه للمرحوم 21 16. عمي حل اللغز ولك نص الورثه. ايه نص الورثه؟ ايه. طب وينك؟ بدي اخذها معي على البيت، بدي اصفني خي. ايه مو غلط، بس وينها؟ وين؟ الله يرضى عليك ديري بالك على المرأة. ها هي ورثة من عمي الله يرحمه. لك لا توصي حريمي. يلا السلام عليكم. قول يا رب الله معك. والله تأخر الباص. تاكسي. لقيتها. ديرها بايمان. اهلين ابو زكي. عرفت شو مكتوب بالورقه؟ بربك بدك دخيل ربك. قال لي شو مكتوب بقلبه؟ ايه لا هيك ما بيمشي الحال بلوم، لازم اشوفك وفهمك شو مكتوب بالورقه. يلا جاي لعندك. ايه يلا رح احط الشاي على النار لكان عم استناك. هلا حسب ما انك شايف هوني عندك الرقم 28، هذا اكبر رقم. انا اول ما شفت الرقم هذا استنتجت بذكائي الخارق انه في ترابط بين الارقام والحروف. مالك بالطويله. عندك الرقم 21 هو اول رقم، هو ترتيب الحرف قاف باللغه العربيه، يسلمون. فبناء على هالترتيب هذا بيطلع عنا جمله تاليه: اطرميز العدس بالمطبخ. لكن على المطبخ. يلا وين حاطه العدسات مأيمة؟ صندوقها. تذكرت زيك شوي. ليكو. لقيتوه؟ ايه. شعت عليك. الله يحرقك لك عمي، قصدي الله يرحمك لك عمي، ما لقيت غير عدسات المجدر اللي حتى تحطها بقلب الورقه، نزع لنا اياه هنا بدنا نكبه. مكتوب جواتها. هيك هيك شوي. شو معه؟ ارقام هيك حلو. صح. شيء معقوله؟ انا حسب ما طلع معي تضرب بها الراس يا تيس. هل هذا اللي طلع معك لك عمي؟ الله يرحمك بس ويسامحك. طيب شو رايك اخذها معي على البيت واصف فيها شوي؟ لا خذها لوين ما بدك، بس المخلصني من هالمشكله العويصه وتحلل لي اللغز. يا الله. اي والله كمان هو الارقام، ليش ما ضبطت هالمره؟ معقولة؟ يا والله جبتها. يا ابو ايمان. يا ابو ايمان عرفت لك شو مكتوب بالورقه؟ بربك لك دخيل ربك. لا لا ما عم ببزو عليك. يلا شاي على النار. صحيح عمك كاتب ارقام، بس هالمره على حسب ترتيب امجد هواس. اوف، ومين هدول امجد وهوزان؟ ما عندنا هيك اسماء بالعيله. لك شو بدك انت؟ مو بدك تعرف شو مكتوب بالورقه؟ ايه والله. ايه هلا على حسب ترتيب امجد هواس، هون عندك مكتوب بالحديقه تحت الشجره باتجاه القبله. ايه قوم لكان. لك ثواني بدي اشرب شاي انا. لك على وقتك وقت الشاي، ولك في ملايين بالقصه. قوم. شفي. اي شجره؟ هي ايه؟ ايه لانه القبله هيك صايره. لك شو هيك؟ لا ثواني شغل قلب شمال. شغل جنوبي سعوديه هون. اعمل لك هون ليك ها. ايه طلع عن جد في ورا دخيل ربك. عمي طلع بيعرف انجليزي كمان. اديني. اوه تحلى. شو هاد؟ سي دبليو. والله بدي اصفني بالبيت هي. يسر على عرضك حلل لي اياها لانه ميمن لك ما عم تنام الليالي. لا خلاص لك علي ما تقول هم. حروف انجليزي. لقيتها. وجدتها. ولك يا ابن الكلب لك. سمعنا في مريب القصه. خلاص بقول الولاد
اعطيه بزكي. ايه هلا بنيجي للحروف والارقام بالانجليزي. إيه. عندك اول الحرف هون حرف سي. انا رجعته للارقام طلع معي رقم 3 والرقم 3 بالعربي هو الحرف تي. لك يا بزكي لا تشرحني بالانجليزي، ما بفهم بالانجليزي، اعطيني بالعربي واعطيني الزبده يا اخي. طيب بيجي معك على اعتبار هالترتيب هذا بيطلع معنا حسب ترتيب ابجد هواص تضرب الراس يا حمار. على حسب الترتيب الالف باقي بيطلع معنا تحت بالقبو بالكيس الاسود. شو رايك؟ لا خلينا على الف باقي لكان. قوم على قوم. لا خليني اشرب الشاي بقى. لك قوم. شايفه؟ وينه؟ دخلك وليك هوني مالك شايفه؟ هذا الفوقاني. ايه هذا. يلا قوم. امسك شوي. هات. مفتاح. لزق بالورقه شايف؟ خليني بزق يا حبيبي. كمان ورقه وكمان وصيه. خرب بيتها لحالي. وبلك يخرب بيتك من حالك، طب حطيت راسك بدي راسك مثل ما حطيته بهاللي وراه، إيه كنت طلعت عالم ذرة. بس منيح اللي طمنت عليك. أبيجي هلا للمهم. أنا حابب بري ذمتي قبل ما أوصل لديار الحق، وأنت أكيد ما راح تخيب أملي فيك وراح تسعى بكل جهدك لتبري ذمة عمك اللي كان يحبك مثل ابنه. هي ابنه. أول شي بتعطي لأبو أنس على رأسوسي مبلغ ب80,000 ليرة سوري. اتدينتم منه ما قدرت رجعهم وبخاف ما يسامحني فيهم. وبتعطي لزكي 12,000 ليرة. اتدينتم منه بزماني حق تذكرة طيارة. وبتعطي 2000 ليرة لأبو رشدي. هات عنا. لك شو بقى؟ شو صار لك؟ بلا ورثة بلا طول بطيخ. بالك وصيت عمي. عنك هي. لك طول بالك يا زلمه وصيت عنك. ما بدي خلاص بطلت اخي بطلت. هيك ظهر الورقه. شفت لي على الفصل لك بزكي. طول بالك هاي ما طول بالك. لك انتبه. صار لما نكون مفتاح الصندوق هذا. ايه بجوز هو بس هيك شوفوا. جواته. شو بده يكون في جواته غير وجعة الراس والبلاوي ها؟ فتح. لك كمان ورقه. شوف جواته. انا بعرف اني تقلت عليك وحبيت بازحك شويه. ضرب انت والمزح. انا يا بالاخير تركت لك مبلغ قدره 2 مليار ليره سوري وفيك تاخذه من المحامي. شو؟ اي والله. ام ايمن الغي المجدرة واذبحي لها خروف. بس بشرط قال. في شروطها؟ بلا الخروف ورجعي لها على المجدرة. كمل شو هو الشرط؟ بس بشرط انك تعطي هالورقه والورقه اللي بالابو صاغ سليم. هذا كان اتفاقي مع المحامي. ودي حرقت الورقه ولك تضرب انت والارقام والورثه وعمك. وعلى نياتكم. ترزقون. ولا ايمان والله لا لعن ابوك والله. والله لا لعن. لك لا ابو ايمن طول بالك. لا عن ابوك على ابو ديابك. تعال هون.